موعدكم مساء اليوم الجمعة مع نهائي مسابقة كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية بين منتخبي فرنسا ومنتخب أسبانيا. المباراة ستقام على ملعب البارك دو فرانس حديقة الأمراء في باريس، وتنطلق في تمام الساعة 6 بتوقيت أوروبا، 7 بتوقيت بغداد. يقود المباراة الحكم البرازيلي رامون أباتي إيبيل. المباراة ستكون منقولة على قنوات البي ان سبورت الرياضية والمغربية الرياضية والكأس القطرية، وبتعليق عامر الخذل. المنتخب الفرنسي تأهل إلى النهائي بعد الفوز في نصف النهائي على منتخب مصر ب3 أهداف مقابل هدف بعد التمديد، ويسعى لإحراز الذهبية على أرضه وبين جماهيره. فيما جاء تأهل المنتخب الإسباني على حساب المغرب بعد الفوز في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد. ويسعى المنتخب الأولمبي الإسباني إلى إضافة لقب جديد إلى الكرة الإسبانية بعد بطولة اليورو مؤخرا وبطولة أوروبا للشباب. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة وحظا طيبا للفريقين في نهائي دورة الألعاب الأولمبية مسابقة كرة القدم.